السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه روضة. التطبيق ده مساحة 49 ميجا، محمله اكتر من 10,000 شخص. التطبيق ده خاص بتأجير السيارات. في حالة ان انت محتاج عربية تأجرها تروح بيها مشوار، طالع بيها رحلة، رايح بيها سفر، رايح بيها فرع، عندك مناسبة، فانت بتقدر تدخل على التطبيق ده تبحث عن العربيات اللي انت العربية اللي انت عايز تأجرها. هو التطبيق ده بينفع اللي بيأجر والمستأجر. يعني في حالة ان انت عندك عربية حابب ان انت تأجرها، فانت تدخل على التطبيق ده تعرضها او تعمل لها اعلان ان انت عايز تعرضها، وان انت مكانك في المحافظة الفلانية، وان انت عايز بتأجرها اليوم بكذا واليومين بكذا والاسبوع بكذا والشهر بكذا كده يعني. اما لو انت بقى عايز تأجر عربية فانت بتقدر تدخل على التطبيق وتقدر ان انت تتواصل مع المالك، ان انت تقول له مثلا العربية بتاعتك دي انا عايز هاخدها مثلا يوم، هاخدها يومين، هاخدها 3 ايام، السعر مناسب، السعر مش مناسب، تقدر ان انت تتفاوض معاه. يعني التطبيق ده بيقدر يوصل اللي بيأجر والمستأجر ببعض، وان هما يعملوا صفقة. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق في خدمة العملاء بتاعته. خدمة العملاء بتاعته بعض الناس بيشتكوا منها ان خدمة العملاء بطيئة جدا في الرد على الناس، بالاضافة لان التطبيق نفسه بياخد وقت طويل لحد ما تقدر ان انت تفعله. ده بالاضافة لان التطبيق يعتبر لسه جديد، لسه مش منتشر قوي، فعشان كده يعني خدمة العملاء مش افضل حاجة، والتطبيق مش منتشر، فعشان كده برضو هتلاقي الناس اللي بتأجر على التطبيق او بتستأجر من التطبيق برضو ناس مش كتير. لما العدد بيزيد بقى بيبدأ التطبيق يكون احسن. بس كده، ده يعتبر شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.